السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم النهاردة على قناة ست البيت لولي. فيديو جديد النهاردة ان شاء الله عن بوتاجاز فريش ماتريكس. عايزة اخش في الموضوع على طول. لو اول مرة النهاردة بتشرفينا على القناة اهلا وسهلا بيكي. ارجو منك الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، واللايك الحلو من ايديكي. يلا بينا نشوف البوتاجاز اللي معانا النهاردة. انا عندي بوتاجاز يا جماعة ماتريكس فريش ماتريكس، كنت جايباه سنة 2020. البوتاجاز ده ايام ما جبته كان اخر حاجة في موديلات فريش، وطبعا فريش بقالها فترة بتعمل حاجات حلوة جدا. الماتيريالز بتاعتها حلوة جدا، خامات نظيفة جدا، كشكل كمان حلو جدا جدا. والبوتاجاز عامل يا جماعة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده نشوف اخبار البوتاجاز ايه من فوق. زي ما انت شايفة معايا كده البوتاجاز يا جماعة هو 5 شعلة. تمام. الحوامل بتاعته حوامل زهر تقيلة. الخامات بتاعة العيون نفسها ايطالي. البوتاجاز ايطالي يا جماعة وتقفيل مصري، لكن بصراحة شركة فريش فاجئتنا جدا جدا بالموديل ده بالذات. في هامر وفي كمان فريش، لكن انا بصراحة يعني الماتريكس عجبني اكتر. يلا بينا كده بقى نشوف المقابض. لو بصيتي هنا معايا هتلاقي ان هنا فيه كام مفتاح. هنا 4، معلش 5 و2 7. الفرن ليه عين او ليه زرار، والشواية زرار منفصل. الاتنين مش بنفس الزرار. انا مبحبش بصراحة البوتاجاز يبقى الفرن والشواية بنفس الزرار. عندكم هنا زي ما انتوا شايفين كده الشاشة بتاعته ديجيتال، كل تحكم، مروحة، اشعال، وكمان الشواية تظبطي وقت، عايزة تظبطي الساعة براحتك. الشاشة لوحدها يا جماعة كان عليها ضمان. انا مش فاكرة بالظبط، كان الضمان تقريبا حوالي 5 سنين، يعني هو لسه في الضمان البوتاجاز بتاعي الحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده هننزل بالراحة كده مع بعض كده في الكاميرا. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة ادي المقبض بتاعي استانلس متين جدا ما شاء الله تبارك الله عليه. نفتح كده مع بعض الفرن نشوف. اولا الفرن بتاعه واسع جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزة انور لكم النور. زي ما انتوا شايفين كده هو من جوه، هو ليه بيبقى الصوت كده خلاص. بس عشان اعرف بس اصور معاكم انا هضطر ان انا اطفي الصوت. طيب الفرن من جوه زي ما انتوا شايفين كده 2 شواية اهوت خلاص. طبعا الشبكة دي ودي صدادة يا جماعة علشان الهواء السخن ما يطلعش على جسم البوتاجاز من فوق. امان كامل البوتاجاز يا جماعة. تمام. يعني لما بعمل كده الزرار كده زي ما انا فاتحاه كده قدامكم ودخلت نمت ولا يحصل اي حاجة الحمد لله، لان هو امان كامل. تمام. عندنا هنا الفرن بيبقى فيه زي ما انتم شايفين كده صينية اهي، صينية يعني لوحدها. والفرن زي ما هو كده جوه. فرن واسع يا جماعة ياخد 3 صواني مرتاح. تمام. طيب بالنسبة للباب، الباب بتاعي بيتقفل على مرحلتين. انا بصراحة ما جبتش البوتاجاز اللي هو بيقفل لوحده، يعني بعد فترة بيبوظ مع الاستعمال، خاصة لو في دهون ولا حاجة. لو انتوا واخدين بالكم هنا معايا في المقبض هنا يا جماعة اوريكم كويس. هنا كده البوتاجاز بتاعي لو عملته كده حابة انضف البوتاجاز او بعمل حاجة فيه ومش عايزة الباب يتقفل مرة واحدة، بقدر ان انا اقفله كده مرحلة، وكمان مرحلة تانية لو انا مش عايزة خالص وعايزة يتقفل ما بمنتهى السهولة كده اهو بيتقفل معايا. وعندي كده من هنا تحت كده دي حاجة اسمها الحافظة، زي ما انتوا شايفين كده بحط فيها اي حاجة، يعني لو عايزة اسيب الاكل يفضل محتفظ بدرجة حرارته مفيش اي مشكلة خالص. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. عايزة اوريكم كمان لسه في الفرن خاصية حلوة جدا جدا، وهي الشواية الدوارة دي شواية يا جماعة 360 درجة. بتفتحيها كده وتحطي فيها اللحمة بتاعتك او الفراخ بتاعتك او اي حاجة انت محتاجة ان انت تشويها اهوت، وبتقفليها عشان في هنا امان اهو. اقفلي الامان بتاعك علشان حاجة ما تتفتحش وتقع منك في الفرن، وبتثبتيها على واحدة من الاتنين دول. يعني انا مثلا هشيل دي
خلاص. وهحطها قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. لكن مش هينفع تشتغل ودي موجوده يا جماعه، دي لازم تبقى بعيد عنها شويه. تخبط فيها. انا عايزه اطلعها من غير ما اربط في الكاميرا. احطها فوق اهيت. خلاص كده يا بنات، ارجو يكون يعني التصوير واضح اهو. خلف المضرب بتاع الشوايه نفسها اهيت زي ما انتم شايفين كده. انا هبدا اشغل معاكم الشوايه بتاعتي. لو انتم ملاحظين شايفين كده هي عماله تلف اهي. خلاص. دي برضو خاصيه في البوتاجاز ده حلوه جدا جدا جدا. عايزه اوضحها لكم كمان شويه زي ما انتم شايفين كده. خلاص. ده برضو خاصيه من خاصيات البوتاجاز ده. اسمه يا جماعه فريش ماتريكس، عشان اللي حابه تجيب، عروسه حابه تجيب، او ست بيت حابه ان هي تجدد، مفيش مشكله. البوتاجاز حلو والله يا جماعه، مش وحش. انا عن نفسي هو بوتاجاز حلو ومريح وواسع وعملي، والنار بتاعته كويسه كمان، وتقدري ان انت تتحكمي في النار بتاعته. وطبعا هو في مروحه عشان لو انت حابه تعملي كيكه ولا حاجه اهوت. في مروحه تحت اهي يا جماعه جوه اهيت. خلاص. ارجو يكون الفيديو افادكم باي حاجه، تكونوا مثلا يعني خدتوا منه اي معلومه. للي حابه ان هي تجيب البوتاجاز ده يا جماعه، بوتاجاز حلو مش وحش. الماتيريال بتاعه حلو جدا، خامته كويسه جدا. محمل الستانلس بتاعه مطفي، يعني عشان اللي مش حابه البوتاجاز بتاعها يبقى الستانلس بتاعه بيبقى فاقع قوي اهو زي ما انتم شايفين اهوت. ارجو منكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايك حلو من ايديكم. شكرا يا حبايبي، سلام عليكم.